السلام عليكم، ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. عمر فخري معاكم، والنهارده هنبص مع بعض على المكتب بتاع اورا، مكتب نجيب ساويرس الجديد اللي موجود في دبي. وبرضه هنتكلم عن تفاصيل مشروع الجديد اللي في منطقه غنطوط. خليكم معانا. طيب دلوقتي هنفهم كل تفاصيل المشروع، ولكن زي ما انتم شايفين الزحمه، فخلونا نتكلم كلمتين وبعد كده هاخدكم على الموك اب نشرح بالظبط. المشروع على مساحه 4 مليون و800 متر مربع، وده نص مساحه مشروع ذا اويسيس من اعمار للفيلا، وهيبقى واخد كيلو و200 متر من الشاطئ على ساحل دبي. تمام؟ سوري، على ساحل ابو ظبي، لان هو المشروع بعد حدود او بين حدود دبي وابو ظبي، عشان كده المشروع اسمه باين، لان هو بين دبي وابو ظبي، بين اماره دبي واماره ابو ظبي، ولكن هو تابع لاماره ابو ظبي. وكمان في مطور مدن، وده مطور حكومي بيمتلك 30% او داخل بجوينت فينشر 30% مع شركه اورا في المشروع ده، علشان يضيف كريديبيليتي، لان احنا كلنا عارفين مطور كبير زي مدن. اوكي، دلوقتي تعالوا اخدكم على الموك اب نشوف التفاصيل بتاعه الوحدات، ايه اللي موجود بالظبط جوه المشروع. طيب زي ما انتم شايفين كده، دي الماستر بلان كلها زي ما قلنا 4 مليون و800 متر مربع على الساحل او على الشاطئ. الشاطئ احنا بنتكلم المنطقه دي هتكون 1.2 كيلومتر، كيلو و200 متر. طيب ايه اللي اوت او احنا موجودين فين بالظبط؟ هنا بيكون شارع الفي، ده اللي بيكون فاصل بين دبي وابو ظبي. احنا دلوقتي موجودين جوه ابو ظبي، فاحنا تابعين لاماره ابو ظبي، بندفع 2% رسوم تسجيل مش 4%. ده رقم واحد. رقم اثنين، انا المفروض هنا بالظبط حوالي 10 دقايق ولا 15 دقيقه من بالم جبل علي، وفي نفس الوقت انا جنب شارع الشيخ زايد، وعندي هنا لاجون كوميونيتي بالداخل، وفي نفس الوقت عندي فيلل بتكون دايركت على الميه، وانا مش بعيد جدا عن دبي، انا بالظبط على حدود دبي. طيب عندنا ايه؟ عندنا الصف الاول المفروض ده هيكون فيلل كبيره اسمها جيميناي، 5 غرف و6 غرف. تمام، دي بتطل دايركت على اللاجون. هنتكلم في الاسعار والبيمنت بلان دلوقتي. والصف الثاني اللي هو بيشاور عليه، الصف الثاني ده كله هيبقى برضو فيلل 4 غرف و5 غرف. وبعد كده ورا خالص او في المنطقه دي ورا هنا بنخش على تاون هاوسز بتكون 3 و4 بيدروم. فاحنا في الاول هنا كده بنبقى عندنا زي على اللاجونه على طول 5 غرف و6 غرف. الصف الثاني بيكون 5 غرف و4 غرف، وهكذا. وبرده الصف اللي قبله في كده لحد ما بنوصل الى التاون هاوسز اللي ورا دي، بتكون 3 و4 بيدروم، بتكون 4 بليكس. 4 بليكس عباره عن ايه؟ بتكون 4 بليكس عباره عن انه بتكون فوربلكس عباره عن انه في 4 بيدروم تاون هاوس على الكورنر، والكورنر الناحيه الثانيه في 4 بيدروم تاون هاوس بيكون جي بلس 2، وفي النص بينهم بيكون في 2 تاون هاوسز 3 بيدروم بيبقوا جي بلس 1. فسريعا كده قدام بيكون عندنا الفيلا الكبيره، الصف الثاني بيكون عندنا الفيلا الاصغر، ثم بعد كده بنرجع لورا على التاون هاوسز. وكده كده هيكون لسه في ماستر بلان، في كلاسترز كتير هتطرح، ولكن الاهم دلوقتي هو الفيلل دي، لانها بتتقارن بالفيلل اللي هي بتاعت البالم، لان الفيلل البالم احنا بنتكلم في حوالي 18 مليون الى
حاجه و30 مليون. هنا احنا بنبدا الفيلا من اول 5 مليون لحد ال 15 و 16 مليون، فبالتالي اعلى فيلا هنا تعتبر سعرها مناسب جدا مقارنه بالحاجات اللي بتنافسها في السوق. طيب احنا اوريدي شفنا مع بعض الجوله، تعالوا نتكلم دلوقتي عن الاسعار والخطه الدفع بتاعه المشروع. الاستلام بتاع المشروع هيكون في 2028. خطه الدفع، ودي اهم شيء، هو ان احنا بندفع 60 خلال الانشاءات و40% عند الاستلام. ال60 متقسمه ازاي؟ احنا بندفع 10% في الاول، وبعد شهر بندفع 10% كمان مع الاس بي ومع السيلز بيرتشيز اجريمنت، وبعد كده بندفع كل ربع سنه ندفع 3.2%. الاسعار علشان في لاي اوتس كتير واسعار كتير مختلفه، هحط لكم جدول فيه الاسعار كل حاجه من اول التاون هاوسز لحد الفيلل الكبيره. ولو احتجتوا اي تفاصيل اكتبوا لنا في الكومنتس عشان نرد عليكم بتفاصيل اكتر. هتلاقوا لينك في الديسكربشن، في فري كونسلتيشن لينك في الديسكربشن، عشان لو محتاج اي استشاره او محتاج ان احنا نتواصل ونشوف ان كان المشروع ده مناسب ليك او في حاجه تانية ممكن تكون انسب. مستنيينكم بقى تعملوا لايك وشير للفيديو ده، اعمل سبسكرايب للشانل، وتابع البلاي ليست بتاعت شرح كامل علشان هنشرح مشاريع تانية كتير في دبي والامارات. شكرا جدا.